طيب الدهون اللي جاية من الانيمال سورس ده اخر سورس. احنا قلنا في بروسيسد سورس، في بلانت سورس، في انيمال سورس. طب الدهون اللي جاية من الانيمال سورس قلنا زي السمنة والزبدة البلدي لحد 10% بقدر استخدمهم من الاستخدام اليومي، ده في حالة انسان عادي ما عندوش اي مشاكل صحية. طيب في ايه تاني؟ دول كويسين. في ايه بقى تاني؟ في الشحوم والدهون اللي جايه من الحيوانات. يعني مثلا يقول لك اطبخ ليا او خد حته اللحمه الملبسه دي، ده غلط. خاصه ده حد اوبيس، حد تخين يعني او مليان وعنده ديسليبيديميا وعنده اي مرض مزمن، اي كرونيك ديزيز، ما ينفعش خالص يستخدم الدهون بتاعت الحيوانات، ده غلط. غير وزن رينج، والافضل ان يبقى مينيمال مينيمم رينج، يعني اقل حاجه في الرينج، يعني ما توصلش ل10% كده.